الأمام. نتمنى النجاح للاعب نادي الشارقة اليوم بهذا الجهد الاستثنائي الذي يبذله لورينزو. قدم أداء عالي جدا، لديه من واط للفوز اليوم في تلك المرحلة. كانت المفاجأة اليوم لي ويدفعها للمشاركة في النسخ القادمة. لورينزو يقدم أداء عالي في كبير جدا. نعم يحاول أن يضغط على نفسه مع لاعب مع دراج فريق سوليوشن أيضا حاضرا في ثلاثي المقدمة. لكن ماذا عن نقاط الصعود الآن؟ كيف سوف تتبعثر العملية؟ نعم، إلى الآن نحن نشاهد أن صاحب القميص الأصفر في الخلف وهو ولاعبنا عبد الله جاسم. إلى الآن عبد الله جاسم الرابع في الترتيب. إذا دخل صاحب القميص الأصفر ضمن الخمسة الأوائل سوف يكسب بعض النقاط وممكن أن يحافظ على القميص. ولكن إلى الآن القميص بحوزة لاعب خرفكة. نعم. حتى الوصول يعني إن شاء الله اليوم يكون لدينا الآن كابتن محمد وما زال ناتان ومنافسة قوية جدا من الإيطالي لورينزو. المقادمة بطء بعد هذا الصعود الحاد، لكن تحية جميلة جدا للاعب فريق الشارقة الذي ينطلق بإرادة كبيرة جدا. هنا المعنوية عالية جدا من أجل إنهاء المرحلة في طبعا والوصول أولا إلى خط النهاية. ونتمنى وكل الأمنيات طبعا بالتوفيق للاعب فريق خرفكان أيضا لحسم لقب القميص الأحمر. لورينزو ينطلق. لورينزو انطلق بشكل كبير جدا رفقة اللاعب فريق سوليوشن. ماتيو لاعب قوي ولاعب صعود. أعتقد بأن يبدع بمهارة عالية جدا جدا. سوليوشن بالفعل نعم فريق أداء ولا أروع ممتاز. واللاعب لورينزو في المركز الثاني ولاعب نادي الشارقة إيطالي، كلاهما إيطاليان. لورينزو من فريق MPH وكذلك أيضا ماتيو 30 سنة. كان مشارك في سباق سيح السلم هنا في دبي. جقانو تخلي كرسناي قداموت زين الدل درعيو نايتان مسر الله تعيش عقالي ريترا باتعيشا الله تعيش عودي ريترا باتعيشا. كانت كيح بحري عقر جيقانو عقر سنيت فغري علنا كوي نقامت كان نسري قعدنا بينا سبتنو حدري تحبني دسي والكيرس ونا علنا كما يزين كل عقلنا الروي تحبني دسي والكيرس ونا علنا
شعتنا بحرمتنا تحبني دسي بالكي دسينا علنا ولنا كما زين وهاجرنا تحبني دسي بالكي دسينا علنا ولنا شعتنا بحرمتنا حلف كمسكر زنقا حقيو سندك زنبل جماعة سلطاني أفريقاوي تفيدر هاجر إريترا نايكو بصان سفر وتوزعت النقاط، وإذا ما فاز الإنتر ماي اليوم بالمرحلة يحصل على استراحة السحب على 10 نقاط، فممكن أن يحتفظ بالقميص إلا إذا كان في مجموعة منفصلة اليوم وهو اللي كان بالخلف، فممكن يكون القميص إلى أحد آخر. السيناريوهات محتملة. نعم، هذا ما يكسب هذه النسخة من طواف الشارقة الميزة التنافسية، ولكن كل لاعب يلعب بفريق، لاعب بفريق اسطنبول التركي ولاعب بفريق الشارقة الإماراتي، يتنافسون على النقطة الآن. سوف يحاول لاعب النادي الشارقة الحصول على تلك النقاط. نعم، الآن نشاهد سريف سرور الشرقي يعطي إشارة الوصول لتلك النقطة يفوز فيها لاعب نادي الشارقة، يحصل على 5 نقاط إضافية. نعم، أول 5 نقاط إلى هذا اللاعب، ممكن إذا حصل على نقاط قادمة يعزز